هكذا يبدو المنزل الذي هدمته القوات العمومية، وهذا هو بوشعيب فكري أخو الضحية فاطمة فكري التي توفيت بعد تدخل السلطات لهدم المسكن العشوائي هنا بدوار البراه مجوج الجماعة القروية الشلالات إقليم المحمدية. اخت ديالي توفات سيدي، راه داونا خزنونا. اختي قالوا راه الضرب، راه دابا مشاو داروا لها التشريح، راه ديناها للتشريح. السيد اللي كتبوا عليه يعني قالوا بانه مضروب وبانه ضرب راسه بالحيط، هو اللي كتشوف فيه واللي دار معكم هو بوشعيب فكري، هو ما وقع ليه والو. الاخت ديالو اللي راحت ضحيه التدخل العنيف اللي هو خرق سافر على حقوق الانسان وفيه تعدي سافر على حقوق المواطنه. سبب هذا التدخل وإفساح المجال لمرور قناة الصرف الصحي لتقوية الشبكة هنا بالدوار الذي يصل عدد السكان إلى حوالي 1000 نسمة. جينا دخلنا وسط الدوار كتلقى مخازنيه واصلين حتى الاخر ديال الدوار على اساس انهم غير يجيبوا لثلاثه الناس ولا اربعه الناس. القرار جايبينه حتى ل 10 ديال الصباح، هما مع 6 ديال الصباح طبقوا القرار. جاو عند الناس هنايا كيخرجوا لهم الشاق، البارح كانت الشاق مع الصباح كيخرجوا لهم في الحوايج ديالهم في الشاق. ودفعونا المحكمه وراه هاد الناس راه نفذوا عليه. احنا عندنا النفاذ ديال نخرجوا بحالنا، ولكن مقابل استفاده. واش اقترحوا عليك؟ ما اقترحوا علي والو، تيجا ما فاجئونا. هذا هو الاقتراح اللي اقترحوا علينا. من جانبنا اتصلنا بالمسؤولين عن قسم التعمير بعمالة إقليم المحمدية وانتظرنا لأزيد من ساعة في محاولة لإجراء مقابلة تلفزيونية لأخذ وجهة نظر الإدارة، لكن اتصالاتنا باءت بالفشل. أما سكان دوار البراه مجوج فيطرحون السؤال حول الأسباب التي دفعت بالمسؤولين للقيام بعملية التدخل التي أفضت إلى وفاة إحدى القاطنات بالدوار.